الكبسة السعودي بالفراخ بتبيض الوش في العزايم. في حلة ونزلت بشوية زيت، ونزلت عليهم ببصلتين وسط متقطعين كيوبس، دبلتهم شوية كده في الزيت، ونزلت عليهم بالتوابل، توابل كبسة وملح وفلفل وبابريكا مدخنة، وكمان كركم ولومي وورق لورا وحبهان وقرنفل ومعلقتين صلصة. التوابل لما بتتحمر في الزيت بيبقى ريحتها تحفة. نزلت عليهم كمان بقرن فلفل كده، والفرخة بتاعتي متقطعة نصين وحمرتها على الجنبين، ما تقليش في التحمير عشان البصلة ما تتحرقش. جزراية مبشورة، وكمان معلقتين بشر برتقان، وبتدي طعم تحفة. غطيت المية بتاعتي لحد قبل الفراخ بعقل وسبتهم يستووا، وبعدين شلت الفراخ ونزلت بالرز البسمتي وقلبته كويس في المية، ونزلت عليهم كمان بشوية مية سخنة قد العقلة، وطماطمايه متقطعة كيوبس بتديها طعم تحفة، وسبت الرز يتشر. هنا بقى نزلت بمعلقتين صلصة عليهم عصير ليمونة وملح وفلفل، وكمان نزلت عليهم بمعلقتين زيت علشان تدي لون الفراخ لون حلو، والليمون بيديه مزازة. هنا بقى مسحت الفراخ بتاعتي وتحت الشواية سلطة الدقوس، طماطمايه وكبشة كزبرة، ونزلت عليها كمان بقرنين فلفل و3 فصوص توم ومعلقتين صلصة، ونزلت عليهم بالملح ومعلقتين زيت وضربتهم كويس جدا. علشان طعم الطماطم حطيتها على النار بس تاخد غلوة، وهنا تمام حطيتها في الحلة بس خدت غلوة، وهنا غرفتها. المكسرات بتاعتي شوية بندق وشوية لوز وحمرتهم في الزيت بس خدوا لون، شلتهم وحطيت مكانهم الزبيب. الزبيب هنا بيبقى عامل زي الكريستالات. بنغرف بقى الرز بتاعنا، هنا الرز اتشرب بنغرفه ونحط عليه الفراخ الجميلة بتاعتنا لونها محمر وجميل وشوية مكسرات، وننزل عليهم بقى بحبيتين بقدونس او كزبرة، وده شكلها وصحتين وعافية على قلوبكم.